صباح الخير سي عبد الحميد، مرحبا بك في دار ثقافة ماطر. اليوم أنا واحد من الناس اللي سمعت برشا كلام من عندك، برشا لقاءات مع برشا عباد. حبيت اليوم نبدأ فقرة نعرفوا فيها شوي من تاريخ ماطر، سواء تاريخ المعماري ولا الفلاحي ولا الرياضي. هذه فرصة باش نتيحوا لك الفرصة باش تتكلم وتحكي على كل شيء، ونودوا بالمعلومات هذه للأهالي ماطر والأهالي تونس بصفة عامة. اللي يحب يعرف شكوني ماطر؟ شكوني مدينة ماطر؟ شنو هو تاريخ مدينة ماطر؟ باهي سيدي، ساعة شكرا لكم على الاستضافة. ساعة نقدم روحي، لست مؤرخا حتى لا يؤاخذني أي أحد عما سأقدمه. أحاول نحكي لما توصلت إليه من معلومات حول ماطر، وسأختصرها في التعريف بماطر حسب ما يذكر بوليب. يقول أن ماطر ظهرت سنة 480 ميلاد قبل الميلاد، ويربطها بهزيمة أميلكار في معركته في سيسيليا. يقول أن أميلكار قرر منذ ذلك الحين توسيع المجال نتاع قرطاج، فعمل خط حدودي يمتد من سيدي علي المكي إلى أن يصل الحمل مرورا بطبربة وزغوان وغيرها. ثم على تلك الحدود وضع 5 أبواب، منها باب يهمنا كماطرية، هو باب عين غلال. وباب عين غلال يفتح على ماطر ودجلة وسيدي عبد الباسط وكل المدن والقرى موجودة. لكن بوليب يقول أن ماطر ظهرت ما بين القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، وتأثرت بالثقافة تاع قرطاج. اختارت مكانا مرتفعا يمر بجانبه وجمي. المكان هذا سهل يمكن استغلاله فلاحيا ولمرعى أغنامهم واحد، وتكونت المدينة شيئا فشيئا. والحديث نتاع بوليب عن ظهور ماطر ما يكونش يتحدث على دوار، يتحدث على مدينة بدأت تتكون أو تكونت ووجدت عبر التاريخ. ومرت ماطر بمراحل متعدة، منها تركيز مكانتها الاقتصادية وهي التي عرفت بها وقعت بها بين مجموع القرى والمدن التي جاءت من بعدها. عاشت الفترة الرومانية وتأقلمت معها وترومنت. عاشت الفترة البيزنطية، وكذلك دخول الإسلام. ولعل تاريخ ماطر توقف عند دخول حسان بن النعمان إلى بنزرت. من وقتها غاب اسم ماطر نهائيا، وتوقف المؤرخون عن ذكره إلى حدود 1720 1732 عند زيارة شاو إلى ماطر. وفي زيارته لم يصف المباني ولم يتحدث عن قرية أو مدينة، بل تحدث عن فندق بني ببقايا كنيسة، وتحدث عن منازل متواضعة بنيت ببقايا تلك المدينة الرومانية مثل 1700 ديزون 32 ما بين 20 و 32. بعده ظهرت زاوية سيدي عبد الرحمن أو الرحمانية
1754 على ما أظن. ومن هناك أظن أن بدأت المدينة تبنى وقتها، وبعدها نلاحظ وجود الجامع، كنيسة أو كنيسة اليهودي، وسيدي بن عيسى. ثم مع الدولة الحسينية وضعت أبواب لما يسمى بمدينة ماطا، 3 أبواب، لكن كتبت في سكانها تلقى أن السكان هم من وظفي الدولة الحسينية. من هم؟ فيهم المغربي والجزائري واليهودي والعربي. خارج المدينة هناك مكانين ذكر، دشرة سيدي خموم ودشرة سيدي عبد الله، سكن فيها العرب أو البربر أو هم سكان البلاد. ومع مر الزمان الدولة الحسينية حاولت تستغل ذلك الوجود وتلك الأرض الخصبة التي عرفت بإنتاجها الفلاحي الوفير، وأثقلتهم بالمجبر. فكانت ثورة 1864، وإن كانت ماطر لم تأخذها، ولكنها أظهرت شيئا من التمرد. وتواصل العمل كذلك إلى أن جاءت فرنسا 1881، وهذه قصة أخرى.